بتحس انه في اصوات ما بتقدر تتحملها حتى لو كانت منخفضة، مثلا حدا يطلع صوت وهو عم ياكل جنبك. بتحس بالغضب والتوتر كردة فعل لهي الاصوات؟ اذا كان جوابك هو نعم، فبيأسفني اقلك انه غالبا معك متلازمة الميزوفونيا. من الطبيعي انه يزعجك بكاء او صراخ الصغار او صوت زمامير السيارات، لكن مرضى الميزوفونيا ممكن يتضايقوا من اصوات حتى لو ما كانت تزعج اشخاص غيرهم، مثل صوت الكتابة على الكيبورد او تكات الساعة او حتى صوت تنفس شخص جنبهم. وهي باختصار حالة طبية تشخص بأن نفور أو تحسس مفرط تجاه الأصوات والضوضاء الناتجة عن الآخرين. ممكن تتسرع دقات القلب أحيانا نتيجة للتوتر لحد ما يتوقف الصوت. هالاضطراب ممكن يأثر على تصرفاتك وعلاقاتك مع اللي حواليك أو الانعزال عنهم بمراحل متقدمة، مع العلم أنه لا يوجد طريقة علمية سريرية لتشخيص هاي الحالة، ولحد الآن ما في علاج معتمد. إذا كنت بتنزعج من هالأصوات مثلي، شارك هالفيديو مع أهلك وأصدقائك لحتى يعرفوا أنه هالموضوع مو بإيدك ويستوعبوك لما تنزعج.